احسن حال يا رب. النهارده كان عندنا مباراة المنتخب المغربي ومباراة المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 22. أفضل بطولة على مستوى العالم. استمتعنا بيها. الحقيقة ما كناش حابين البطولة تخلص، ما حسناش بأجواء البطولة الحقيقة. النهارده المنتخب المغربي رفع راسنا. ارفع راسك انت مغربي. النهارده شرف الوطن العربي كله المنتخب المغربي النهارده، وعمل مباراة عظيمة. النهارده هارد لكم، عملتم مباراة عظيمة النهارده قدام المنتخب الفرنسي. النهارده المنتخب الفرنسي قدر يستغل طبعا فرق المهارات وفرق السرعات من اللعيبة. النهارده قدر يستغل من خلال الكرات العالية والضربات الركنية. النهارده سجلوا الهدف الأول من خلال ضربة ركنية اتردت لهرنانديز، ثم الهدف تاني جه في آخر المباراة طبعا. إنما مجمل المباراة المنتخب المغربي أدوا اللي عليهم الحقيقة. النهارده أدوا اللي عليهم. وارفع راسك أنت مغربي. اللي ما يهمكوش ده فخر الوطن العربي كله. أول منتخب أفريقي وأول منتخب عربي يوصل لنصف النهائي. ما كانش أي حد يتوقع إن الحصان الأسود يكون المنتخب المغربي في هذه البطولة. هذه بطولة المونديال، دي بطولة المونديال العربي. أنا سميتها كده، دي بطولة المونديال العربي. شرفتونا بكل فخر وبكل اعتزاز الحقيقة. المنتخب المغربي كل اللعيبة، جهاز فني، إداري، لاعبين، شرفتونا وأمتعتونا الحقيقة. ما كانش حد يقدر يتخيل إن المنتخب المغربي يوصل لهذه المرحلة أو يوصل لأعلى ليفل في البطولة. من جانب المنتخب الفرنسي النهاردة قدر إنه يخطف الهدفين. المباراة كانت متوازنة في بداية المباراة كانت متوازنة. المباراة كانت رايحة جاية. كانت هجمات متبادلة بين الفريقين، لكن بحكم الخبرات بين الفرق اللعيبة وحكم المهارات زي ما قلت لحضراتكم هو اللي حسم المباراة للمنتخب الفرنسي. وكان نوعا ما كان النهاردة يعني كان في اندفاع في خلال في اندفاع كبير جدا. المنتخب المغربي ممكن يكون يعني سبب الهدفين دول في شباك المنتخب الفرنسي. لكن هارد لكم المنتخب المغربي. فرق امكانيات النهارده طبعا، بس ما حسيناش النهارده المنتخب المغربي ما اداش. لا، ادى في مجمل اللي عليه، وادى على قد ما يقدر النهارده. وباذن الله الكوره العربيه والوطن العربي كله في جميع المسابقات القادمه باذن الله يقدروا يشرفونا في خلال الدورات القادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.